السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة قناة جميلة جدا ومسلية وفيها مقاطع مفيدة ومضحكة وفلوجات وجميع أنواع المقاطع. هي قناة أخي أبو ماهر صديق الكل. القناة يا جماعة متنوعة وشاملة، يا ريت تدعموا القناة بالضغط على زرار اشتراك في القناة أو سبسكرايب، ونشوف الفيديوهات الجميلة اللي هو نزلها على القناة، وإن شاء الله ينزل فيديوهات جديدة وهتستمتعوا بيها. كلنا ننزل نعمل اشتراك للقناة يا جماعة، وندي لايك للفيديوهات ونكتب له تعليق ونرحب بيه ونقول له احنا جايين من قناه يوميات اسره عصريه. ويلا بينا نتابع الفيديو بتاعنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنا تابعنا قبل كده مع بعض وعملنا ايميل على موقع جوجل او على اليوتيوب، فاحنا دلوقتي عايزين ندخل نعمل قناه بحيث ان احنا اول مره احنا ببدا مع الناس يا جماعه اللي لسه عمرهم ما بداوا ولا عملوا قناه ولا عملوا اكونت. فعملنا الاكونت المره اللي فاتت، هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. دلوقتي احنا عملنا الايميل، عملنا الباسورد، وعايزين ندخل بقى نعمل القناه ونعمل ادسنس. هل ممكن ده؟ ممكن باذن الله في الفيديو. انا دلوقتي يا جماعه هبدا مع الناس اللي ما تعرفش خالص واول مره لها علاقه باليوتيوب وبجوجل وبالايميل وبالادسنس، ما تعرفش معلومات خالص، فالموضوع هيكون بسيط. طبعا زي ما انتم شايفين دلوقتي ادي موقع جوجل اكنك بتفتحه من على الكمبيوتر. واحد هيقول لي دلوقتي انا مش معايا كمبيوتر ومش معايا غير التليفون. الموضوع بسيط خالص ومش صعب. هنفتح التليفون بتاعنا عادي، اي تطبيق هتلاقي موجود عندكم اللي هو الشكل ده اللي هو اسمه جوجل كروم. ماشي، هنضغط عليه ضغطه، برضو جاب لنا نفس الكلام. كاميرا برضو جاب لنا نفس الكلام زي ده كده. ادي برضو انا مسجل دخول من هنا زي اللي هوريه لكم دلوقتي في الكمبيوتر. هنعمل برضو تسجيل دخول بالايميل بالخطوات اللي احنا عملناها المره اللي فاتت. يلا تعالوا نتابع الموضوع معانا دلوقتي على الكمبيوتر. فاللي مش عنده كمبيوتر يا جماعه يتابع معانا، بس مش من خلال تطبيق اليوتيوب ده يا جماعه، عشان برضو الموضوع يبقى واضح. مش من خلال التطبيق ده، لان تطبيق اليوتيوب ده يا جماعه ما ينفعش نسجل عليه، لازم من خلال متصفح زي جوجل كروم. اول حاجه لما نفتح موقع جوجل معانا هنبدا نسجل الدخول. هنبدا نسجل الدخول من خلال، هتلاقي كلمه ساين ان او تسجيل الدخول، هنضغط عليها ضغطه بالماوس. هيظهر لنا شاشه زي دي يا جماعه. اكبر لكم الصوره عشان تبقى واضحه معاكم. هيظهر شاشه زي دي يا جماعه كده، تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل. هنكتب هنا البريد الالكتروني اللي احنا عملناه المره اللي فاتت. طبعا كل واحد يعمل خطوات البريد الالكتروني زي الفيديو اللي شرحته قبل كده. زي ما هو واضح لحضراتكم دلوقتي كتبنا البريد الالكتروني اللي احنا عملناه. لو انتم ما عملتوش البريد الالكتروني شوف الفيديو اللي فات وهتكتبوا من هنا، من تبداوا من انشاء حساب. هنضغط دلوقتي على الزرار اللي تحت اللي مكتوب التالي. تمام كده، هو قبل البريد الالكتروني، لكن دلوقتي عايز مننا كلمه المرور. احنا المره اللي فاتت عملنا كلمه مرور قويه، فنكتبها المره دي تاني وبعدين نضغط التالي. عشان يا جماعه انا كنت مدخل رقم موبايل معايا وحافظ بحيث ان مفيش حد يستولي على دي من ضمن التامين. انا يا جماعه المره اللي فاتت لما عملت الايميل كنت مامنه برقم تليفون، فظهر لي رقم التليفون دلوقتي اللي المفروض يجي لي عليه رساله ان في حد حاول يفتح الايميل بتاعك. عشان مفيش حد يخترق الايميل بتاعي، فانا عامل الموبايل بتاعي اهو وهيجي عليه رساله، فهقول له تم. دلوقتي انا سجلنا الدخول اهو، واضح اهو هنا في الجزء ده كده تم تسجيل الدخول ودخلنا على الجيميل. سهل الموضوع. خلاص كده احنا سجلنا الدخول. طب نعمل ايه تاني؟ ندخل بقى على موقع يوتيوب، نكتب www.youtube.com. دي كله يا جماعه مش من خلال تطبيق اليوتيوب، من خلال المتصفح. خلاص دخلنا، هنلاقي هنا فوق على اليمين، هنلاقي هنا فوق على اليمين كلمه برضو ساين ان. عشان احنا سجلنا الدخول هنا في القناة من خلال الجوجل او من خلال الجيميل، برضو نفس القصة، بس هيوفر علينا الوقت لما ندخل من يوتيوب. ندي ساين ان. تمام يا جماعة، جالنا شكل الصورة اهي. دلوقتي مبدئيا انا دلوقتي عندي قناة على اليوتيوب، عايزين ندخل عليها. نعمل ايه؟ نضغط عليها ضغطة. لما دخلنا عليها ضغطة واحدة يا جماعة جابت لنا القايمة وجابت اسم القناه اللي كنا كتبناها في الايميل اللي فات، وجابت الايميل وجابت اسم القناه زي ما كتبناه بالظبط. هنضغط على ماي تشانل عشان ندخل للقناه. اول ما جيت ادخل على ماي تشانل عشان ادخل للقناه يا جماعه بياكد لي هل انت هتستخدم اليوتيوب بالاسم ده؟
كنا احنا لو تفتكروا في الفيديو اللي فات كتبنا اسم القناة بالاسم اللي موجود قدام حضراتكم. فلو عايزين تغيروا اسم القناة دلوقتي او حابين تختاروا اسم تاني غير الاسم اللي انتوا عملتوا بيه الايميل، الموضوع سهل في ايديكم خالص. ممكن تكتبوا دلوقتي تجربة بدل كلمة وصفات، نكتب مثلا تجربة، يبقى القناة هتكون تجربة أسرة عصرية. وهنضغط دلوقتي على الزرار ده اللي هو كرييت تشانل او نفذ بالاسم ده. لاحظوا ان القناه كانت اسمها وصفات اسره عصريه، غيرناها بقت تجربه اسره عصريه، وهنقول له كمل على الوضع ده. اي حد من حضرات عنده ايميل وبيعلق على اي قناه هو نفس الفكره دي. هو دلوقتي عنده ايميل زي ده بالظبط. طبعا الناس اللي ما عندها ايميلات فاهمه اللي انا بقوله، لكن اللي ما عندوش احنا بدأنا معاه من البداية خالص اكن هو بيعمل قناة من الاول خالص. هنبدأ ندخل على كلمة يوتيوب ستوديو، هنضغط، طبعا دي رسالة افتتاحية، هنضغط جيت ات. في هنا تحت خالص هندخل على تطبيق اليوتيوب الكلاسيكي، وهنضغط كلمة تخطي او سكايب. ده بالشكل كده يا جماعة ان احنا ندخل ونتحكم في القناة. طبعا هبدأ احوله باللغة العربية عشان الموضوع يكون سهل على حضراتكم. هنا لانجويج، فهنا باللغة الانجليزية هنختار اللغة العربية. كل القوائم دي هتتحول دلوقتي وهتكون هنا، وهنتحكم في القناة من جوه باللغة العربية. ولاحظوا اسم القناة أصبحت تجربة أسرة عصرية. أدي مدير الفيديو اللي المفروض أي فيديو هتحمله على القناة تتحكم فيه من هنا. طبعا مفيش أي فيديوهات عندنا في القناة. وأدي برضو الإيميل أهو. لو حابين ندخل أدي كليك يمين وندخل على القناة. ادي القناه، واجهه القناه طبعا ما فيهاش اي تحميلات ولا اي حاجه. حابين تحملوا اول فيديو تضغطوا على كلمه تحميل من هنا، وتبداوا تحملوا اي فيديو موجود عندكم، تحملوه بقى من خلال تليفونكم او من خلال الجهاز. الموضوع سهل خالص. تعالوا بقى ندخل على ازاي نعمل حساب ادسنس. هنيجي هنا في الجانب اليمين يا جماعه عشان بس تبقى فاهمين الناس اللي عملت قناه بتدخل من هنا. ادي هنا لو عايزين المنتدى حد علق لك على القناه بعد ما بتعملوا فيديوهات. لو عايز تعمل بث مباشر من هنا، نيجي نضغط على الحاجه المهمه واللي الفيديو النهارده عملناه عشانه. ندخل على كلمه القناه، او لو باللغه الانجليزيه هتلاقوها كلمه تشانل، نضغط عليها. هنا بيقول لك ان تم اثبات الملكيه، وان القناه دلوقتي خلاص مننا فعلناها برقم تليفون، فالملكيه مثبته. هنا بيقول لك حاله حقوق الطبع والنشر، وهنا حاله ارشادات المنتدى، وشويه حاجات كده موجوده في القناه. طبعا في شويه حاجات مش مفعله، يعني هنا التحميل مفعل، تنفع تحمل اي فيديو للقناه في الوقت الحالي. الفيديوهات الخاصه والغير مدرجه برضو نفس القصه. في حاجات مش مفعله دلوقتي في القناه هتفعل بعد الفيديوهات، وهتفعل بعد تحقيق الربح. على سبيل المثال الصوره المصغره، اول ما هتعمل فيديو هتتفعل معاك. التعليقات التوضيحيه، في حاجات كده مش هتشتغل غير لما تفعلها او تحمل فيديوهات. طبعا هنا البث المباشر برضو ممكن تفعلها بعد ما تحمل فيديوهات. هنا بقى تحقيق الربح وبيدينا مؤهله. طب احنا نضغط عليها ونضغط على الزرار اللي موجود ده يا جماعه اللي هو كلمه تفعيل. يبقى ادي تحقيق الربح تفعيل. طبعا ادي الكلام اللي احنا كنا بنتكلم مع حضراتكم عليه، اللي هي شروط يوتيوب الجديده، اللي هي الخطوه رقم 4. لكن في خطوه رقم 1 هو دلوقتي معلم عليها، يعني ان انت اول حاجه لازم تعملها. ادي خطوه رقم 1. لازم اول حاجه قراءه بنود برنامج شركاء يوتيوب والموافقه عليها، اللي هي الاتفاقيه اللي هتكون بين القناه وبين موقع يوتيوب. دي اول خطوه. لاحظوا ان الخطوات دي يا جماعه، ادي الخطوه دي بالاحمر وديت باللون الرمادي، الثلاثه التانيين باللون الرمادي. لما نعمل الخطوه دي يا جماعه اللي هي رقم 1 هتكون باللون الاخضر. نضغط على البدء. طبعا الاتفاقيه المفروض ادي الاتفاقيه قدام حضراتكم، الاتفاقيه اللي بينك وبين موقع يوتيوب. المفروض ان الاتفاقيه ديت تقراها كلها، تمسك تقرا الاتفاقيه بالراحه كده.
وتفهم كل اللي موجود فيه عشان تفهم شروط الموقع وشروط الربح من الموقع. هتيجي تقول له نعم لقد قرأت البنوك وأوافق عليها. اتعلم على 2، وافق على أنني لن أنكر على إعلانات جوجل. ماشي. رقم 3 إن أنت مش هترفع، إن أنت بتوافق إن أنت مش هترفع أي محتوى زي الأغاني أو فيديوهات لا تملك الحقوق الكافية لذلك. ماشي. بعد كده بعد ما علمت ال3 دول هتضغط على كلمة موافق. لو تلاحظوا معانا يا جماعه زي ما قلت لحضراتكم كان ده باللون الاحمر، فانت دلوقتي تحول للون الاخضر وعلامه صح وتم قبول بنود برنامج شركاء يوتيوب. هتيجي الخطوه الثانيه والمهمه واللي ناس كتير بتقف فيها. خطواتها بسيطه يا جماعه لكن الناس بتتوه فيها او بتعمل خطوه غلط. ماشي. فاحنا عايزين نتجاوز هذه الخطوه فنعمل برضو كلمه البدء. خطوه مع حضراتكم خطوه يا جماعه، الموضوع سهل وبسيط مش محتاج تعقيد. هننزل تحت هنلاقي كلمة التالي تحت يا جماعة. التالي هنا بيقول لك هتختار اسم القناة ولا هتضيفها لحساب آخر. أنا ممكن عندي قناة وعندي حساب أدسنس ثاني، فممكن حساب الأدسنس أضيف عليه أكتر من قناة. لا أنا هقول له أنا عايز أعمل حساب أدسنس بالاسم ده وبالإيميل ده. تمام يا جماعه. بيقول لك دلوقتي ادي اسم القناه وادي الايميل، وبيقول لك انت برضو عايز تستخدم حساب اخر. هنقول له لا. عنوان اليو ار ال، عنوان الرابط اليو ار ال لموقعك اهو. طبعا عادي الموضوع ما فيش اي مشكله فيه. هنا بيقول لك تحقيق استفاده اكثر من خلال ادسنس. هتقول له نعم انا اتلقى مساعده او لا. هنقول له نعم ما فيش مشكله. هنا بقى هنبدا ندخل البيانات الدقيقه بتاعتك. انا موجود في مصر يا جماعه. في ناس تقول لك ايه ده عشان الربح في امريكا اعلى من مصر فانا اقوم عامل امريكا. غلط. لازم تكتب عنوانك الصحيح اللي انت موجود فيه واللي الموجود في البطاقه او جواز السفر عشان لما يجي لك قبض بعد كده يكون العنوان صحيح. هنبدا نحدد هنا، وانا هنا في مصر مثلا. اللي موجود في المغرب يعملوا المغرب، اللي موجود في السعوديه يعملوا السعوديه. اي دوله انت موجود فيها تعملها. ادي مصر يا جماعه. نختار هنا ادي مصر. ضغطنا كده على مصر. لو تلاحظوا كان الجزء ده مش نشط. اول ما ضغطنا البلد جات لنا الجزء دوت حسب اللغه اللي موجوده علينا. وبرده في حاجه في حاجه ثانيه دلوقتي تحت خالص برضو الزرار ده مش نشط. المفروض ان انت عشان يكون نشط لازم تقرا برضو الاتفاقيه دي، تقراها كلها، تنزل تقرا كده في الاتفاقيه عشان تفهم شروط ادسنس والاتفاقيه بتتكلم عن ايه. وبعد ما تخلص قرايه تقول له نعم قرات هذه الاتفاقيه واوافق عليها، وبعدين ابدا ادي كلمه انشاء الحساب. موضوع سهل يا جماعه وبسيط مش معقد. دلوقتي انت المفروض ان انت دخلت على حساب ادسنس عشان تكتب بياناتك. طبعا بقى ديت كلها هندي تخطي ليها. بعد ما دخلنا على ادسنس جاي ديت معلومات اللي انت هتسجل بيها وهتقبض بيها لما توصل ل $100. وقبل ما توصل $100 هيجي لك لما يوصل حسابك $10 هيأكد العنوان من خلال جواب بيجي لك. فلازم البيانات ديت تكون مكتوبة صحيحة زي في البطاقة. يعني انا ما اجيش، انا طبعا هنغير الاسم هنا يا جماعة، نخليه الاسم بتاعي الحقيقي. انا بعمل ايميل طبعا تجربة، هعمل اسم مثلا احمد. وفي معلومه مهمه جدا يا جماعه، الكتابه تكون باللغه الانجليزيه ما تكونش باللغه العربيه. فانا هكتب اسمي احمد. طبعا انا اسمي احمد امين الحسيني يا جماعه. في ناس بتقول لك ايه يقوم كاتب احمد الحسيني، كده غلط. لا احنا عايزين الاسم زي اللي في البطاقه بالظبط، زي اللي في جواز السفر بالظبط. طبعا بعتذر لكم عن الصوت اللي في الخلفيه، البياعين مش راحمنا، فانا عايز اخلص من الفيديو عشان نكمل بسرعه. ماشي. فادي دلوقتي اول حاجه معانا هنا الحساب ده ما نلعبش فيه، نخليه زي ما هو كده حساب فردي، ما نخليهوش بيزنس. الخيار الثاني يا جماعه بيزنس، دي حاجه للشركات، لكن احنا بالنسبه لنا بيكون حساب فردي او شخصي. ماشي. اول حاجه الاسم بتاعنا نكتبه باللغه الانجليزيه، والاسم نكتبه يا جماعه باسم الشخص اللي موجود في البطاقه اللي هيقبض بيه، ولازم سنه يكون متجاوز 18 سنه. يعني انا لو سني 10 سنين 11 سنه 12 سنه يعني بالبلدي كده لسه ما طلعتش البطاقه، نعمله باسم اخويا الكبير، اسم امي، اسم ابويا، اسم اي حد من العائله، بحيث ان لما يجي قبض ليك او يجي على العنوان بتاعك الرمز البريدي. وطبعا موضوع الرمز البريدي انا هسيب لكم رابط برضو في صندوق الوصف عن حلول مشكله رمز البريدي، ولما يجي منين تفعل
تفعل فيه حساب ادسنس بعد ما يوصل فيه حسابك $10. فاحنا بنكتب الاسم بالظبط يا جماعه. انا اسمي احمد امين الحسيني، ما اكتبش احمد الحسيني، لا اكتب احمد امين الحسيني واكمل الاسم باللغه الانجليزيه. طبعا الشارع نكتب الشارع اللي انت ساكن فيه. انا كاتب العناوين دي يا جماعه عشوائيه عشان بس اوضح لحضراتكم. يعني 14 مثلا شارع ابو بكر الصديق، شارع 6 اكتوبر، اي اسم من اسماء الشوارع. المدينه اللي انت بتسكن فيها مثلا، انا مثلا في مدينه بلبيس تبع محافظه الشرقيه، يبقى ادي بلبيس وادي الشرقيه. هنا يا جماعه هتختار المحافظه اللي انت ساكن فيها. انا ساكن في محافظه الشرقيه فهي جايه لي دي. انت في السويس، اسوان، الاقصر، اسكندريه، كل المحافظات اللي موجوده هنا هتلاقيها موجوده. طبعا في مشكله دلوقتي، الناس ما بتعرفش ايه هو البوست كود هنا في مصر، ناس ما يعرفوش. المفروض في بعض الدول العربيه يا جماعه البوست كود دي كل واحد له رمز بريدي بيستقبل من خلاله الجوابات. احنا ما عندناش، كل واحد له صندوق، فكل واحد بيتوجه لاقرب مكتب بريد هو تابع له ويساله عن الرمز البريدي. طيب في ناس مش عارفه المكان اللي هو مش عايز يروح ويكسل. الموضوع سهل خالص، نيجي على موقع جوجل حبيب الملايين ونكتب الرقم البريدي اللي بالبيس او الزقازيق مثلا، اهو الرقم البريدي للزقازيق، بالبيس، فاقوس، المعادي، اسكندريه، اي اسم، محطه الرمل، المكان اللي انت ساكن فيه تكتب فيه. هنقول مثلا الرمز البريدي اللي بالبيس اهو ظهر يا جماعه معانا 446 كذا. نقوم واخدين الرقم ده كليك يمين كوبي ونقوم رايحين على الموقع لصق. هتقول لي انا مش في بلبيس، انا في بلد جنب بلبيس. هتقوم عندك مكتب بريد انت تابع له، هتقوم عامل كده، والبيانات هنا تكتب اسم القريه اللي انت فيها والعنوان بتاعها وبجوار ايه، كل ده بالانجليزي. وهيجي لك هنا البيانات، هنا تقوم عامل ادي رقم برضو التليفون، تقوم كاتب رقم التليفون. هنا طبعا جاي لك علم مصر لو انت في الدوله، في السعوديه، في العراق، في اي دوله، في سوريا، في اي دوله، في الجزائر، في المغرب، العلم بتاعك هيجي لك بناء على الايه، على المكان اللي انت حددته. وهنقوم كاتبين رقم التليفون وهنقوم داخلين ضاغطين هنا عشان نكمل الخطوات. هنا دلوقتي هيجي لك رساله من خلال الرقم اللي انت كتبته اسمها رساله تفعيل، يا اما تيجي لك تكست او رساله نصيه او فويس اللي هي رساله صوتيه. فاحنا هنعملها رساله نصيه ونقول جيت. ادي جت الرقم دلوقتي حالا من جوجل يا جماعه، وادي الرقم اللي هو الرقم بيسموه الرقم التاكيدي اللي بيجي لك على الموبايل اللي انت سجلت بيه في الاول خالص في الايميل في الخطوات اللي فاتت، وده عشان ما فيش حد يسرقك او يخترق حسابك. هنبدا نكتب الرقم بالظبط. بعد ما كتبنا الرقم يا جماعه هنتابع معانا الخطوات. خلاص كده احنا عملنا حساب جوجل ادسنس في انتظار ان القناه يتفعل عليها الربح، في انتظار ان القناه يفعل عليها الربح ونكسب من خلال. يبقى احنا كده عملنا حاجتين لو تلاحظوا معانا. اول حاجه وافقنا على شروط وبنود اليوتيوب، ماشي. تاني حاجه انضمينا لادسنس، وديت المشكله الكبيره اللي ناس كتير بتبعت لنا فيها رسائل مش عارفين نكمل الخطوات صح، بنقف على بعض الخطوات. اللي بعد كده الموضوع سهل خالص، اللي هو تعيين تفضيلات تحقيق الربح، هنضغط عليها عشان تكون خضراء. هنا بقى انواع الاعلانات اللي بتظهر لكم يا جماعه، سواء الاعلانات الصوريه اللي هي في شكل صوره، وسواء الاعلانات اللي بتظهر على سطح الفيديو اللي هي الشكل ده اللي هو البانر الصغير. المهم الثلاث انواع اعلانات هنوافق عليهم وندي حفظ. لو مش نشطه معاكم هنضغط على الزرار ده عشان ننشطها، لكن هي الحمد لله نشطه. هنضغط على حفظ كده. وافقنا على 3 حاجات كانوا معانا باللون الاحمر. فاضل حاجه واحده بس، ودي بقى انتوا اللي تشتغلوا وتجتهدوا عليها من خلال الشغل. اول حاجه جايب لك ساعات المشاهدات، ساعات، اول حاجه جايبها لك ساعات المشاهده في الاشهر ال 12 الماضيه. يعني في السنه اللي فاتت انت عملت كام ساعه مشاهده؟ طبعا القناه لسه عاملها معاكم دلوقتي وصفر معانا، عدد المشتركين صفر. اي رقم هيوصل الاول هيجي لك علامه صح مدوره زي دي كده جنب منه. لو الاثنين دي وصل ل 4000 ساعه في عدد الساعات و1000 مشترك هيجي الاثنين صح، والقناه كده هتدخل المراجعه التلقائيه او المراجعه من نفسها من غير ما تبعت طلب ولا اي حاجه. بس انتوا اشتغلوا، كل اللي فيها ان انتوا بقى تشتغلوا وتجتهدوا، تجيبوا مشاهدات وتعملوا مشتركين وتعرفوا الناس بقنواتكم من خلال مجهودكم ومن خلال شغلكم. وبالطريقه دي كده القناه من الصبح
لو وصلت للمشاهدات 4000 ساعة مشاهدة، ولو وصلت ل 1000 مشترك، القناة دي من الصبح تبدأ يدخل لها فلوس ويبدأ يدخل لها أرباح. بعد ما القناة بيبدأ يدخل لها أرباح ويوصل لرصيدك في ادسنس $10، ال$10 دول هيجي لك جواب اللي انت كتبت عليه العنوان. وعشان كده احنا بنأكد على موضوع الاسم والعنوان. اسمك يكون مظبوط باللغة الإنجليزية، عنوانك يكون العنوان اللي انت مقيم فيه، البلد اللي انت مقيم فيها، الشارع اللي انت مقيم فيه. لما رصيدك يوصل للحساب ده هتبدأ مثلا تروح، لو انت عارف موظف البريد او حاجة، لو في جواب جالي من شركة جوجل او حاجة، او ببعتهولي على البيت، او انا هاجي اخده او اديله رقم تليفونك او باي طريقة. ما كانش في 3 خطوات ان انت من خلالها بتفعل البين كود عشان يشوفوا ان الشخص اللي عمل القناة ده او الشخص اللي بيربح فلوس ده شخص حقيقي ولا شخص وهمي. فاليوتيوب بيعملها على اساس ان هو يتاكد، يشوفك ان انت شخص موجود فعلا في الدوله ولا مش موجود. فانت لو كتبت عنوانك غلط دي مشكله عليك انت، وترجع تقول ده انا كتبت عنواني غلط، ده انا كتبت بياناتي البين كود مش راضي يجي، انا موجود في الجيزه وكتبت بياناتي في امريكا. طب ما كده البين كود انت اللي كتبته غلط. فاحنا الخطوات كده، عملنا حساب جوجل ادسنس، عملنا قناه تقدر من الصبح او من لحظتها تبدا ترفع فيديوهات وتبدا تشتغل على قناتك. لو في اي استفسار انا تحت امركم في اي حاجة، بس الموضوع شوفوا الفيديوهات كويس جدا عشان تفهموا المحتوى اللي فيها. ركزوا في كل كلمة بقولها، كل كلمة بقولها لمصلحتكم، مش بقولها ان انا بتفزلك عليكم، لا، كل كلمة بقولها. لما بقول لك اكتب اسمك باللغة الانجليزية، يعني اكتب اسمك باللغة الانجليزية. ليه؟ لان الاسماء بتتشابه، وعشان لما تيجي تقبض بعد كده تكون انت الشخص اللي كاتب اسمه. طولت عليكم في الفيديو بس المعلومات كانت غزيرة شوية. ما تنسوش بقى اللايك والشير، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد على الف خير.